السلام عليكم، كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير ان شاء الله. في هذا الفيديو هذا غادي نشارك معكم الطريقه ديال الخياطه ديال الجلابه اللي كنت فصلت معكم بسلسله كاش وجيوب باسبول بونيات في الكمام والقب من طبيعه الحال. هنايا كما كتشوفوا راه حطيت جوج قطع ديال الامام اليمين واليسار، وغادي نحدد الجيب فين غادي يجيني جيب باسبول. هنايا غنعبر من اعلى نقطه في الكتف حتى العظمه ديال الورك، عندي هنايا 48 سنتيم تقريبا، كتراوح ما بين 46 سنتيم و 48 سنتيم ولا 49 سنتيم. المهم هنايا راه كتعبروها تقريبا من اعلى نقطه في الكتف حتى العظمه ديال الورك. هنايا غناخذ 12 سنتيم وتقريبا غنهبط ب 20 سنتيم تقريبا، عيني ميزاني، وغنحدد هنا 9 سنتيم. غنطراسي واحد الخط بشكل مائل هنا فين غادي يكون عندي جيب باسبوال. هنايا كتحدوا الميلان على حساب نتوما اللي بغيتو. صافي حددت واحد نقطه تقاطع كما كتشوفوا هنايا، هذه هي اللي عندي بها الغرض. هاد نقطه التقاطع ما يجيش الجيب طالع عليها بزاف وما يجيش هابط بزاف، المهم غيجي بلاصتو في البلاصه المعقوله. صافي هنا كما كتشوفوا حددت داك الطراساج مزيان ودرت الوجه مع الوجه، حيت راني طراسيت في الوجه ديال الثوب. غنقاد الكتيفات وغنقاد التركيز حتى هو مزيان، وهنا غادي نضغط باش يتطراسا ليا في الجهه الاخرى بلا ما نعاود العبارات. صافي كنضغط مزيان باش يتطراسا ليا كما كتشوفوا راه مطراسي. انا غنحاول نبينو عاوتاني باش ما يتمسحش ليا دغيا. المهم صافي هنايا راه حددت هذاك نقطه التقاطع فين غادي يجي عندي الباسبوال، ويلا نبداو الخياطه ان شاء الله. المهم نقطة التقاطع هي هذه، وغادي نجيب داك المستطيل اللي تراسيته معكم في الفصالة، غادي نحطو من الجهة ديال الجانب ماشي من الجهة ديال السنسلة. المهم هذاك الخط غادي نقطة التقاطع نحاول نقدد نقطة التقاطع مع نقطة التقاطع ديال المستطيل، وهذا الخط هذا غيمشي ليا مع هذا الخط هذا ديال المستطيل. بطبيعة الحال الكمالة ديال المستطيل خاص يكون ما تكونش من الجهة ديال السنسلة، تكون من الجهة ديال الجانب. صافي غادي ندور بالخياطة على هذا المستطيل هذا كامل، وهنا كنأكد لكم منين توصلوا للقناه فيكسيو البرا عاد وهزوا الصباط وعاد دوروا. صافي هنايا تاني وصلت لهاد القنت هذا غنفيكسي البرا ونهز الصباط وعاد ندور. هاد الطريقه هذه غير باش تجيب لكم القناه ديال المستطيل مقاد. صافي كما كتشوفوا انا راه ما بديتش خياطه من القنت، يعني غادي نكمل القناه كاملين بهذه الطريقه هذه باش يجوني القناه ديال المستطيل مقادين منين نجيو نقلبوا هاد الجيب. صافي هنا كنكون تقريبا كملت، غادي ندير من طبيعه الحال لا ريتمو وغادي ندوزو باش نفتحوا الجيب من طبيعه الحال. المهم هنايا راني جبت مقص غنطوي بهذا الشكل هذا المستطيل، وغادي نقطع نحاول نفتح القدام ولكن ما غنوصلش حتى الحرف ديال المستطيل. هنا ضروري خاصني نحبس قبل واحد 3 سنتيم ولا 2.5. المهم كيبقى لكم عينكم ميزانكم. وهنا غادي نفتح واحد اللسان، غادي نقطع حتى تقريبا الخياطه، ولكن ردوا البال ما تقطعوش الخياطه، حيت الا قطعتوا الخياطه غتخسر لكم الجيب ديالكم. المهم هنايا الا خفتو استعنوا بهاد الكوفيل بلا ما تخدموا بالمقص. الا خفتو تقطعوا الخياطه كراني وغير بالكوفيل. تاني بنفس الطريقه الجهه الاخرى حتى هي غادي نكراني انايا غير بالكوفيل. كما كتشوفوا هنا راني نفتح اللسان بالطريقه هذه. الكوفيل ما كتخافوش صراحه نهائيا. صافي غادي نقطع كما كتشوفوا اللسان هنايا راه واضح. غادي نقلب دابا هاد الجيب هذا، ولكن ردوا معايا البال. الجهه اللي غتدخل منها اليد غادي تكون بطبيعه الحال من الحاشيه ديال الخياطه هي هذه، والجهه الاخرى غتكون فيها السنسله. هنا يدي يعني غادي تدخل من جهه الجانب حتى لجهه البياسه بحال هذا الشكل هذا. هاد الطرف هذا كنسرحوه، هاد الطرف اللي من الجهه ديال الجانب ديال الخياطه كنسرحوها نيشان، والطرف اللي كيبقى ليا من الجهه ديال السنسله كنطويوه. كنتمنى الطريقه تكون واضحه، انا نحاول نبين لكم اكثر. وبطبيعه الحال غادي نحط لكم واحد الفيديو ديال جيب باسبوال الا ما فهمتوش شي حاجه غاداك غادي يكون واضح ان شاء الله على هذا. المهم كما كتشوفوا الطريف اللي من جهه السنسله كنطويوه، والطرف اللي من جهه الجانب كنسرحوه. المهم هنايا كنحاول نقاد القناه، غادي نحاول نقاد الجيب باسبوال بهذا الشكل هذا، وغادي نقلب باش ما نخيط غير على اللسان. المهم ردوا معايا البال هنا شنو غادي ندير.
ضروري ما نقاد هاد الجوانب مزيان، والا كانوا ما مقادينش حاولوا تردوا البال الكرانه واش كرانيتو حتى تقربوا الخياطه. تقريبا يبقى لكم خياطه مليم ولا قل. المهم ما تكونش الخياطه مقطعه، وما تكونوش بعادين على الخياطه ديال المستطيل اللي خيطنا في الاول بزاف. صافي هنا غنخيط على اللسان، راني سرحت الجيب المستطيل بهذا الشكل هذا وخيطت على اللسان. ومنين تكونوا تخيطوا على اللسان ما ديروش لا ريتم حتى تقلبوا الجيب وتاكدوا باللي راه مقاد مفيني على برا، عاد عاودوا ديروا لا ريتم. صافي هنايا كما كتشوفوا راني تاكد جاني هو هذاك، غادي ندير لا ريتم. صراحه انا هاد المرحله هذه ما تنديرهاش حتى كنجي في الاخر كنشوفوا غير واش مقاد، حتى كنجي تاني نفيني الجيب كامل نلصق لي ساك دو بوش، عاد كندير لا ريتم. المهم غير بغيت نمشي معكم دقه دقه. بالنسبه للجهه الاخرى تاني قديتها من على برا، وغادي نقلب باش نشوف واش الجيب عندي مقاد. باش الا ما مقادش حاولوا تقادوه، تجيكم الخياطه سهله باش تحلوها. صافي هنا تاني غادي ندير لا ريتمو. هنايا خيطوا غير على اللسان باش تبقى لكم واحد الفتحه باش تجيو تلصقوا فيها ساك دو بوش. المهم الفتحه جات عندي هي هذه، انا راه خيطت غير على اللسان، ما تفوتوش اللسان باش تبقى لكم كيف ديروا تلصقوا هذاك ساك دو بوش كما قلت لكم. هنايا باش ما يبقاش ليا الجيب يديكالا بحال هذا الشكل هذا، انا غادي نسرح الجيب بهذا الشكل هذا وغادي نقلب وغادي نجي نلصق نخيط هاد جوج قطع كما كتشوفوا باش ما يبقاش الجيب هذا يديكالا كما وريتكم في الاول. المهم كنتمنى هاد النقطه هذه تكون واضحه، وان شاء الله انا غادي نخلي لكم واحد الفيديو ديال جيب باسبول الا ما فهمتوش شي حاجه في هاد النقطه هذه ان شاء الله تفهموها في الفيديو اللي فات. المهم هنا راه جبت واحد القطعه على شكل مستطيل، العرض ديالها هو العرض ديال الجيب ديال الباسبول، والطول ديالها تقريبا 35 سنتيم. انا غادي نعبرها لكم. هنايا الجيب هذا كيبقى لكم ثاني الاختيار على حسب الغرق ديالو شحال بغيتو. المهم انا هنا قطعت غير 35 سنتيم، وغادي نجيب الوجه ديال الثوب مع الوجه ديال الثوب ديال البياسه اولا ديال جيب باسبوال. المهم ديروا الوجه مع الوجه وتخيطوا هذيك الجهه وبالنسبه للجهه الاخرى حتى هي هذه كنحاولوا نحلوها مع الكحل. ما عرفتش صراحه واش واضح لكم نتوما ولا لا. المهم انا غنخلي لكم واحد الفيديو ديال جيب باسبوال ان شاء الله غادي تلقاوه في صندوق الوصف وتفهموه حتى هو مزيان. صراحه الطريقه راه ساهله بزاف غير مع الكحل. ما عرفتش واش واضحه ولا لا. المهم الجيب ديالي كيكون على هذا الشكل هذا من داخل. المهم هنا ضروري ما غادي نفيني انا بطبيعه الحال بالسورجي، غنفيني هاد الجوانب كامله وغنفيني هاد الجانب حتى هو، وغادي نجي من الجهه الفوقانيه وغادي ندير واحد التقويصه من جهه الكتاف. غادي ندير واحد التقويصه على هاد الجيب هذا، انا وضحته لكم هنايا بلاكري. المهم غير خاصكم تردوا البال مزيان، اليد كتدخل من الجانب والجيب كيكون مصفي الجهه ديال السلسله. المهم على هذا الشكل هذا انا غادي نسورجي هاد الجيب كامل، غادي نفينيه من داخل، ما غاديش نخليه هكا باش يجي مفيني من داخل ويجي مفيني من حتى على برا. المهم كما كتشوفوا راني درت عليه بالسورجي كامل. وهنا كنتمنى تكونوا فهمتوا هاد النقطه هذه، وما تنساوش تدعموني باللايكات ديالكم. ان شاء الله غادي نخلي لكم الفيديو ديال غير فيه غير جيب باسبوال ان شاء الله غادي تفهموه في داك الفيديو الاخر الا ما بانش لكم مع هاد الثوب هذاك حل. المهم هنايا راني جبت الجهه اليسريه اللي كنا خلينا فيها غير 1 سنتيم، غادي نخلي واحد 3 سنتيم ديال العطفه من التحت وغادي نعبر الفتحه. هنا الفتحه انا درت 25 سنتيم، وغادي نجيب الوجه ديال السلسله غنحطو مع الوجه ديال الثوب من التحت من طبيعه الحال ماشي من الراس. المهم انا غادي نجيب الوجه ديال السلسله مع الوجه ديال الثوب. بطبيعه الحال انا هنايا راه بدلت هاد الصباط هذا، درت غير صباط نص. ممكن تخدموا بلا صباط نص، تخدموا غير بالصباط عادي حتى هو راه كيجي مزيان، حيت على حسب هاد السلسله كاش. اما السلسله اللي كتكون شويه باينه على برا ولا ما كاينش فيها الكاش ضروري ما تحتاجوا هاد الصباط هذا. المهم هنايا في هاد السلسله في هاد الخدمه ديال الكاش ما تحتاج تخدموا بالصباط سلسله، غير انا بدلته كيعجبني نخدم به السلسله. صافي هنايا كما كتشوفوا راه درت الوجه ديال السلسله مع الوجه ديال الثوب، وغادي نخيط. هنايا ما تجروا لا سلسله لا ثوب، غير تقادوا السلسله مع الثوب وتشدوها مزيان باش ما ديكالاش لكم. بعض المرات راه الماكينه كتجر يا اما الثوب يا اما السلسله على حساب. المهم السلسله تكون عندكم من الفوق، ضروري ما تكون عندكم السلسله من الفوق
صافي غادي نصفيو السنسله والثوب، ما نجرو لا سنسله لا ثوب، ونشدو فيهم مزيان باش ما يديكالاوش ليدنا في الخياطه، ونخيطو عادي. صافي شوفوا معايا هنايا راه ما كاين لا لومبي لا حتى شي حاجه. المهم السنسله كما قلت لكم تكون عندكم من الفوق، ما تجروا لا سنسله لا ثوب، وخدموا عادي، ولكن بشرط تشدوا فيهم بجوج. صافي. المهم الشكل النهائي كيجي على هذا الشكل، هذه ما فيها لا لومبي لا حتى شي حاجه. وهنا غادي ندوز باش غادي نطوي هذاك السنتيم ديال الخياطه اللي كنت خليت بطبيعه الحال على حساب حتى السنسله. غادي نطوي بهذا الشكل هذا، وغادي ندوز واحد الخياطه من الفوق حتى لتحت. الا رديتو البال هنايا راه مره كنهز الصباط على حساب باش ما يجينيش داك التلويات اللي كيكونوا في الطاويه. المهم مره كنهز الصباط. صافي وغادي ندوز بالخياطه. وغادي ندوز للجهه الاخرى. ردوا البال ما ديروش نتوما بحالي. هنا راني قطعت الراس ديال السنسله مع داك الديشي اللي كيبقى ليا من الفوق. المهم انا ماشي مشكل غادي نردو من بعد. المهم ردوا البال، تهبطوا السنسله واحد شويه، عاد تقطعوها باش ما تحيدش لكم مع الديش اللي كيبقى لكم من الفوق. كما قلت لكم هنايا السنسله دابا بديناها في الجهه اليسريه، وبديناها من التحت. دابا غادي نبداوها من الفوق في الجهه اليمنيه. المهم هنايا راني كنجيب السنسله في الوسط كما كتشوفوا. غنحاول نجيبها في الوسط، كنطوي غير 4 سنتيم، نطوي 4 سنتيم ونجيب السنسله في الوسط بهذا الشكل هذا، وغادي نشد فيها من طبيعه الحال، نشد في الثوب والسنسله وغنقلب كما كتشوفوا. من طبيعه الحال غادي تكون عندي الوجه ديال السنسله مع الوجه ديال الثوب، وغادي ندوز بالخياطه ثاني بنفس الطريقه لتحت. المهم هنايا راه غتكون عندي 2 سنتيم. الا خليتو 6 سنتيم ديال على حساب السنسله، غادي تكون خاصني هنايا 2 سنتيم من الوسط ديال السنسله حتى الحاشيه، خاص تكون عندي 2 سنتيم. اما الا بغيتي طويو 5 سنتيم خاص تكون عندي 2 ونص، يعني النص ديال 5 سنتيم. الا بغيتي طويو في العطفه ديال الكاش تكون فيها 5 سنتيم، خاص تكون عندكم 2 ونص من الحاشيه ديال الثوب حتى الوسط ديال السنسله، اولا البلاصه اللي كتحل منها السنسله 2 ونص. الا بغيتي طويو 5 سنتيم. صافي هنايا راه غادي نطوي، غادي نقاد لتحت الجهه التحتانيه الفتحه، غنقادها مزيان وما نجرش من طبيعه الحال. المهم غنقاد الفتحه حتى البلاصه فين كتحل السنسله، غنشدها باليد اليسريه، واليد اليمنيه من طبيعه الحال غنحاول نقاد بها الحاشيه ديال الثوب مع السنسله. المهم صافي هنا غادي ندوز بالخياطه حتى لتحت ثاني. ما تجروا لا السنسله لا الثوب، غير شدوا فيهم مزيان باش ما يديكالاوش ليكم، وخيطوا حتى لتحت ديال السنسله. المهم الا زدتو 6 سنتيم ديال على حساب السنسله، غطويو 4 سنتيم ديال العطفه ديال السنسله. بحال الا قسمتين كيتطواو كتجي فيهم العطفه، والقسم الثالث تخلي لكم السنسله تجيكم في الوسط. المهم هذه هي الطريقه. هنايا كملنا الخدمه ديال السنسله. الجهه اليسريه درنا ليها السوبيكاج قياس ديال الصباط، والجهه الاخرى غتكون كاش اولا تكون مغطيه الجهه اليسريه. المهم شوفوا معايا هنا السلسله صراحه ما فيها لا لومبي لا حتى شي حاجه. هنا غادي ندوزو دابا باش غادي نخيطوا العطفه. وباش نخيطوا العطفه ضروري ما غادي نحل السلسله، غنفك اليمين على اليسار. صافي غنطوي 4 سنتيم وغادي ندوز نخيط نيشان. هنايا تاني ردوا البال، طويو وشدوا في الثوب مزيان باش ما يديكالاش ليكم، باش ما تجيكمش هذيك الطويه مروليه المهم اولا فيها لومبي. المهم خاصكم تشدوا طويو الثوب صافي وتسر طويو القياس، ما تجروا لا الفوق لا لتحت، طويو عادي تفيكسيوها تشدوها مزيان باش ما يتجرش لكم لا الجهه التحتانيه لا الجهه الفوقانيه. مع الثوب شويه تيتيره في الطول، المهم غير شويه، ولكن راه تيتيره بزاف في العرض، داكشي علاش حنا فصلناها على الطول. المهم صافي هنا غادي ندوز بالخياطه على الجهه كامله. هنا راه كنتاكد بلي راه ما عنديش داك الطويات
في العطفه. المهم ما عرفتش كيفاش نشرحها لكم، ولكن المهم هنا كنحاول كما كتشوفوا راني كنطوي واحد المسافه وكنفيكسيها، نشدها مزيان مزيان، عاد كندوز نكمل بالخياطه باش ما يجينيش ما تجرش ليا لا الفوق لا لتحت. صافي هكا كنكون كملت العطفه ديال الجهه اليمنيه. وغادي ندوزو باش غادي نلصقو ان شاء الله الكتيفات. هنا ضروري ما نتاكد، صراحه كنخدم انا وكنتاكد باش ما يجي باش الا كان شي ديفو نحلو قبل ما نكمل الخياطه كامله. صافي كما كتشوفوا العطفه كتجي على هذا الشكل هذا، ما كاين لا لومبي لا حتى شي حاجه في السلسله. هذا الشيء راه بلا مصلوح بلا والو. المهم غير حاولوا تشدوا الفوق مع التحت، تشدوه مزيان باش ما يديكالاش ليكم مع الخياطه. صافي هنايا غادي ندوز باش غادي نخيط الكتاف كما قلت لكم، باش غادي ندوزو نمونطيو القب. بطبيعه الحال هنا راه كنشد الامام مع الوراء. بطبيعه الحال الوجه خاص يكون عندي من داخل تاني بالنسبه للمبتدئين. المهم هنايا غادي نخيط الكتاف. جبت القب وغادي ندير الوجه يكون داخل، وغادي ندوز بالخياطه على داك الدوره كامله. من طبيعه الحال انا غادي نخيطها وغادي نسورجيها حتى هي، وغادي نسورجي حتى داك الحاشيه اللي في القب، يعني الطول ديال القب. وهنا غادي نجيب العنق من الجهه ديال الوراء وغنقسموه على جوج، وغادي كراني باش نحدد المنتصف، وغادي نجيب المنتصف ديال القب غندير الوجه من داخل، وغادي نحاول نقاد العنق مع القب بهذا الشكل هذا. كما كتشوفوا الطريقه راه واضحه حتى نوصل للحاشيه ديال العطفه ديال السلسله. وهنا غتبقى ليا تقريبا العطفه ديال القب اللي خليتها حتى هي 4 سنتيم، غنردها على السلسله بهذا الشكل هذا، وغادي ندوز ثاني نخيط على الدوره ديال القب كامله. هنا راه ممكن تخيطوا من الوسط تاني حتى الجهه حتى الجانب، وترجعوا تاني تخيطوا من الوسط حتى الجانب الاخر. غير كان هنايا كما شفتوا راني درت خيط يعني لقيت القب غير بيدي يعني توصلت الحاشيه وصافي، ندوز بخياطه واحده من الجانب حتى الجانب. صافي هنايا كما كتشوفوا راني وصلت لجهه السلسله اللي على اليسار، وغتبقى لي تاني هنايا واحد 4 سنتيم ديال العطفه غنردها عليها بهذا الشكل هذا. الطريقه راه واضحه هنايا. صافي غادي نخيط حتى للحاشيه. وهنايا منين غادي نقلب القب او نقلب بهذا الشكل هذا غادي تجيني الفينيسيون ديال الحاشيه ديال السلسله على اليسار بحال هذا الشكل هذا، والفينيسيون الاخر بهذا الشكل هذا. وهنا من طبيعه الحال انا راني سورجيت ثاني القفا، سورجيتو كامل، وغادي ندوز باش غادي نخيط العطفه ديال القب حتى هي. المهم هنا الطريقه راه واضحه وسهله. كنتمنى الا وصلتوا لهاد المرحله هذه من الفيديو ما فهمتوا شي حاجه، خليوا لي التعليقات ديالكم ان شاء الله غادي نجاوبكم. كنتمنى في هاد الفيديوهات هادو الجوج الاخرانيين ما زربتش فيهم، كنحاول ندير بالتعليقات ديال المتتبعين. المهم هنايا الا نسيتوا ما درتوش لايك ديروا لايك ودعموني بداك اللايكات ديالكم. المهم هنايا كما كتشوفوا راني تنطوي القب تاني كما درنا العطفه ديال السلسله اولا الكاش. ما تجروا لا الجهه الفوقانيه لا الجهه التحتانيه. غادي تطويو غير طويه بحال هذا الشكل هذا وتشدوهم مزيان باش ما يديكالاوش ليكم. صافي وتخيطوا. هاد القضيه هذه غير مع الثوب شويه تيكون تيتيري كيبقى يجي شويه مرولي. المهم هنايا صافي كملت العطفه ديال القب. انا غادي نوريكم الطريقه النهائيه ديال القب.
المهم كتجي على هذا الشكل هذا لا فينيسيون. هنا كتاكدوا باللي هذيك الحاشيه ديال السنسله ديال اليمين جات مع اليسار، ما تجيش وحده زايده فايته على الاخرى. صافي القب كيجينا على هذا الشكل هذا. ودابا غادي ندوزو باش غادي نمونطيو الكمام، وغنمونطيو البياسه من الجانب، غتبقى ليا العطفه وغيبقى ليا البواني. انا غنوريكم الطريقه ديال الخياطه ديال البواني، هي راه سهله. المهم هنا نلصق معكم واحد الكم. بطبيعه الحال انا غنوريكم غير جهه واحده، باش الجهه الاخرى تقريبا نفس، ماشي تقريبا راها نفس القضيه. المهم انا غنمونطي التركيز ديالكم مع التركيز ديال البياسه. صافي هنايا راه كتجي الطريقه ديال الصال اللي كنشارك معكم، راه تجي مضبوطه، ما تيجي لكم زايد لا بياسه لا تركيز زعما ديال البياسه زايد على الكم. صافي هنايا راه غادي نخيط كما كتشوفوا. بطبيعه الحال هنايا وصلت للمونتاج ديالكم اولا ديال البياسه من الجانب، نخيطها حتى هي كامله وغادي نسورجيها حتى هي. وهنا جبت البواني مونطيتو انا بالسورجي. غادي ندوز واحد الخياطه حيت تقريبا خليت سنتيم ديال الخياطه، وغنطوي على جوج. هنايا الوجه غادي كما كتشوفوا هنا راه طويته على جوج، غنخشيه من داخل. الكم راه عندي اصلا مقلوب، غادي نخشيه من داخل وغادي نتيري. هنايا الا كان عندكم البواني ما تيتيريش ديروا كشكاشه في الكم ولصقوه مع البواني عادي. انا غادي نفيني بالسورجي من داخل عادي. صافي هنا راني كما كتشوفوا راه خشيت البواني وسط من البياسه، وغادي ندوز نخيط بهذا الشكل هذا. صافي هنايا غادي نفيني بالسورجي حتى هو. وهنا غادي نوريكم الشكل النهائي ديال البواني. المهم لكم كيجيني على هذا الشكل هذا كما قلت لكم. الا جاكم هذاك البواني ما تيتيراش معنا، الثوب اصلا تيتيري ديال على العرض. يعني تيريت البواني وصافي ولصقتو مع الكم عادي. الا كان ما تيتيراش ديروا كشكاشه لكم و لصقوه عادي مع البواني. صافي هنا ما بقات ليا غير العطفه. وصلنا تقريبا للنهايه ديال الفيديو. كنتمنى تكونوا استفدتوا معايا، والا نسيتوا ما ضغطتوش على داك زر اعجاب، دعموني باللايكات ديالكم. وإلا اول مره شاهدتوا القناه ديالي ولا شاهدتوا هذا الفيديو هذا وعجبكم، ما تنساوش تضغطوا على داك زر الاشتراك، وما تنساوش تفعيل جرس التنبيهات هكا باش يوصلكم كل فيديو حطيته ان شاء الله. وإلا كنتم من اولياء ديال القناه ما تنساوش تدعموني كما قلت لكم باللايكات ديالكم. هنايا كما كتشوفوا راني كندوز العطفه البياسه من التحت. المهم هنا تاني راه كنحاول ما نتيري لا الفوق لا لتحت مع الثوب شويه تيتيره بالعرض حتى هو. كنطوي كنطوي عادي، وكان صافي كنحاول ما يتجر ليا لا الفوقاني لا التحتاني، نمشي بنفس النيفو. وهنا كنحاول نقاد الفتحه حتى هي، وغادي ندوز نخيط حتى الاخر. هنا ضروري ما نقاد الفتحه في الاخر وصافي. وعاد نكفف. صافي هنا وصلت النهايه ديال الفيديو. كنقول لكم السلام عليكم، نتلاقاو مع فيديو اخر ان شاء الله.